صباح الخير، عاملين ايه؟ معانا بقى الميني مولتو الاقتصادي يعمل معاكي كمية كبيرة جدا. معانا بقى 3 كوبايات ونص من الدقيق، معلقة كبيرة خميرة، تلت كوباية زيت، كوباية لبن دافي، رشة ملح، معلقة كبيرة من الخل، فانيليا، ربع كوباية من السكر. هنا بقى هحط اللبن دافي طبعا، السكر والخميرة، وهقلبهم مع بعض. واول ما هلاقي فقاعات كده من فوق يبقى كده الخميرة بتاعتي شغالة. بعدين هننزل بقى بالزيت تلت كوباية، وبعدين بمعلقة كبيرة من الخل، وهقلبهم، وهنحط الفانيليا طبعا، وهنقلبهم. بعدين هننزل بالدقيق. انا هنا هعجن من الستاند ميكسر، عجنتها لمدة 10 دقايق، وانتي لو هتعجني بالايد بتاخد برضو حوالي ربع ساعة مثلا. لازم تتعجن كويس لغاية ما تبقى العجينة ناعمة جدا زي كده بالظبط. وهسيبها بقى تخمر لمدة ساعة، وحسب طبيعة الجو طبعا، عشان في الشتاء بتاخد وقت اكتر من الصيف. وهنا هرش زيت في البولة، وبعدين هحطها واسيبها بقى تخمر. وهي ما شاء الله تبارك الله، هي بصوا خمرت وبقت زي الفل. طلع الهواء منها، وبعدين هقسمها ل4 ارباع كده، وبعدين اكورهم، وبعدين هغطيهم. شرط اساسي انك تغطيهم عشان ما ينشفوش، يعملوا طبقة كده من فوق ناشفة. وهنا بقى همسك كورة كورة وهفردها، وهقسمها لمثلثات كده، وهيجي من الطرف كده ومن النص هفتحها فتحة صغيرة. وهنا بقى انا حشيتها شوكولاتة، جزء حشيته شوكولاتة وجزء حشيته جبنة رومي. انتي بقى تقدري تحشي بقى مربى، شوكولاتة، جبن، براحتك. عملته بقى في الصاج، وبعدين بقى سبته يخمر لمدة ربع ساعة. وهنا بقى كنت بحضر للدهن، الوش يعني، شوية لبن، يعني حوالي ربع كوباية لبن، معلقة صغيرة من لبن البودرة، وفانيليا. وممكن تستبدليها بصفار بيضة، ولو هتستخدمي صفار بيضة يبقى تدخلي البياض في العجينة بس. ودخلته بقى الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 10 دقايق، وحسب برضو الفرن عندك. وده كده اول ما خرج، ما شاء الله تبارك الله. اول ما خرج انا اديته دهنة زبدة، تمام، وغطيته على طول. والطعم يعني طعم جميل جدا، اقتصادي وموفر جدا. وده كده الشكل النهائي. وعملت برضو نص كده بالشوكولاتة وبس، وبالهنا. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير، وباي باي.